هلا انا رايح على اول انترفيو لإلي. انا ما قدمت على ولا شركه غير على هالشركه، وحاليا انا لانه اذا كان اول مره اللوكيشن بروح عليه فبضيع بالوقت، فرايح قبل بساعه. وهلا ماشي على اللوكيشن وبلشت تشت علي الدنيا. ف يلا ادعوا لي. Combien de fois on peut insérer le link 2 fois par semaine? هلا صارت الساعة 9:30 وأنا وصلت الساعة 9:30 هلا. خلصنا الميتينج وبلشت اشتغل. قبل ما بلش الستاج أنا كنت مستعجل على الستاج لأنه اخده، لأنه هون بياخد وقت كتير لحتى انه تلاقي ستاج. فبس شفت هيدا ستاج، هو ما كانش ستاج يعني، هو انفتح البوزيشن بس انا حكيته للسي او. هلا بعد ما صار لي جمعتين اكتشفت انه حتى لو كنت بوقت مضغوط ومحصور وخلص بدك الشيء، ما تقبل انه تاخذ الاوبورتونيتي من دون ما تكون الاشياء واضحه بالنسبه لك، لانك حتواجه كثير مشاكل بس بدك تبلش انه الاشياء مش واضحه، وحيصير هذا الشيء ياثر على الريبيتيشن تاعتك بنفس الوقت. لهيك دايما حتى لو كنت بوقت ضيق بدك تكون عم تفكر مزبوط وبطريقه صح، وتكون الاشياء واضحه بالنسبه لك، شو حتعمل وشو حتساوي وكيف حينعمل ميجرمنت للبرفورمانس تاعولك، والا حتفوت بالحال. انا اكلت قبل ما يبلش البريك وما فيش حدا هون فاضي لانه الكل راح ياكل، بس انا عم بشتغل هلا الشغل التاني. الشي اللي كنت كتير خاف منه زمان صار اليوم الشغل تاعولي. هلا انا عم صور يوتيوب فيديو للشركة وبالانجلش كمان مش بالعربي. هلا متوتر شوي لانه بالانجلش، بس عادة يعني بحكي والاشياء اللي مش ظابطة مين عمل لها كت، فهذا اللي حاعمله. هلا هو فيديو على فيديو بيصيروا بيزبطوا اكتر مثل ما عملت عندي باليوتيوب ولنشوف كيف حيزبط الفيديو. فهيدا اول تاسك بتكون يعني هيك دسمة. لك الباك جراوند تاعتي احلى من الباك جراوند عندي بالبيت. وهلا من بعد 3 ساعات بعدني قاعد نفس القعدة. انا مش متعود اقعد هيك يعني. هلا صارت الساعة 6 وخلصت. هلا رايح احلق شعراتي لحتى صور اليوتيوب فيديو جديد اللي كاتب له سكريبت من هذيك الجمعة، بس بعد ما لحقت اني صوره. وصار لي كل يوم بقول يلا بكره بصوره، بس هلا رايح احلق شعراتي وصور. وهيك هلا بنكون حلقنا وخلصنا. يعني ريكاب سريع على 9 to 5 من بعد جمعتين حلوة، لأنه حتكون عم تتعرض لأشياء جديدة أول مرة بتتعرض لها، وفيها challenges. ممكن يكون المانجر تاعولك أصغر منك مثلا، بس وكمان بدك تعرف كيف بدك تعمل limitations، كيف بدك تحط حدود لعلاقتك مع كل شخص، وانه ما تحكي الاشياء البيرسونال عنك حتى لو اشخاص كانوا منيح معك وصرت توثق فيهم، سواء باول جمعتين
او بالفتره اللي انت اللي حتكون فيها بقلب الشغل يعني. تاني شيء انه ليه انا بعرفش حالي اللي بتطلعش بالكاميرا. تاني شيء انه 9 to 5 حلوة لوقت محدود بس مش لدايما، لانه انا ما بتخيلش حالي يعني انه دايما حيكون في عندي بحياتي 9 to 5، مش عارف لأيمتى. واكيد طبعا هذا الشيء ما بيتعمم لكل الاشخاص، يعني مش انا اذا قلت 9 to 5 شيء مش منيح يعني صار شيء مش منيح لكل الاشخاص، لانه كل واحد يعني عنده سيتويشن تختلف عن الثانيه. مثلا ممكن انا 9 to 5 ما بتناسبني للسيتويشن اللي انا فيها، بس ممكن حدا تاني تناسبه. يمكن تكون 9 to 5 بتقضيه لانه يمكن هو ما عنده مثلا اهل يصرف عليهم، ما عنده مسؤوليات كتير كبيره. ف9 to 5 ممكن تكون شيء بيقدر انه فكل واحد يعني بنقي 9 to 5 اذا هي منيحه ولا مش منيحه حسب هو السيتويشن تاعته كيف.